نعاود نطرح السؤال: أين الرئيس تبون؟ أين هو الرئيس تبون؟ واحد يقول لك راهو في عطلة. إيه راهو في عطلة الرئيس؟ عمره الرئيس ما خذا أكثر من أسبوعين عطلة، لأنه قريت بعض الشياتين هذوك تاع قش بختري يلعبوها احنا ضد فرنسا وضد المغرب وضد كذا، الرئيس راهو في عطلة وكذا. إيه في عطلة، ما كانش مشكل. قديش عطلة؟ 3 أسابيع؟ لا، عمره ما ادى الرئيس 3 أسابيع، إلا حالات استثنائية. قولوا لنا وش هي؟ لأن عطلة الرئيس أسبوعين، الرئيس ادى أسبوعين. أنا المعلومات اللي عندي أن الرئيس خرج يوم 5 أوت وقال لهم نرجع يوم 20 أوت، على أساس أنه غدا الأحد من المفروض فيه اجتماع مجلس وزراء يترأسه الرئيس تبون. الرئيس تبون لحد الآن غائب، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية متوقفة غائبة، وكأنه شلل تام في الدولة. الغريب أني دخلت حتى وزارة التجارة الخارجية، قلت خليني نشوف، لأني سمعت واحد الإشاعات قال لك وسموه رزيق قال باللي نستورد العجلات، ورزيق قال المعرض الدولي. قريت في بعض المواقع بينهم قناة الحياة، جريدة الحياة، قريت، دخلت الموقع التجارة الخارجية، قلت والله خليني نشوف التجارة الخارجية وش راهم يقول، والله خليني نشوف. رحت لوزارة التجارة الخارجية، وراي وزارة التجارة الخارجية، والله العظيم خلينا نعاود نزيدوا عليه. وزارة التجارة الخارجية، وزارة التجارة، لا هذه وزارة الخارجية، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. قاعد نحوس وزارة التجارة الخارجية، لقيت بلي آخر خبر يوم 16 أوت اللي هو تعزية: تلقى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق ببالغ الحزن والأسى بحادث سقوط حافلة النقل بواد الحراش. هذا هو، أنا قدامي، هاي قدامي صفحة التجارة الخارجية. رزيق آخر نشاط لرزيق تعزية ضحايا واد الحراش يوم 16 أوت الأسبوع الماضي. ما هو نشاط؟ اللهم إلا إذا كان جريدة الحياة وبعض المواقع يتلقاو أخبار من الوزارة، لكن الوزارة ما تنشرش في الصفحة تاعها الرسمية، لأنه دي الصفحة الرسمية هي بالشارة الزرقاء. هاي وين الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات؟ هاي وين؟ وراي الكاميرا الضوء مانيش عارف، ما المهم، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات. هذه آخر خبر هو تعزية يوم 16 أوت، تعزية رزيق لعائلات ضحايا واد الحراش. أين هو نشاط الوزارة؟ أين هو نشاط الرئاسة؟ لا يوجد، كل شيء مبلوكي، كل شيء مبلوكي. لماذا نطرح السؤال أين الرئيس؟ لأنه المستجدات والأحداث اللي راهي صارت تحتم طرح هذا السؤال. وعندما قلت منذ أشهر، وقد ممكن منذ سنة أو سنتين، وأنا أقول زريبة الإعلام، يعني للأسف الشديد الأيام أثبتت أنه بالفعل زريبة، قطاع الإعلام زريبة كوري. لأنه هذا الزريبة، هذا الكوري، لأنه هذا الزريبة هذا الكوري اللي ما حبش يتنظف وما حبوش يترباو، من المفروض أنه، وهذا يحدث في كل دول العالم تقريبا، كل دول العالم، وخاصة الشعوب المتحضرة، الشعوب التي عندها وعي سياسي ووعي حضاري، تطالب بمتابعة أخبار الرئيس، خاصة عندما يكون النظام رئاسي، مركزية القرار وتجميع كل الصلاحيات في شخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية. لأنه إحنا لو كان عندنا نظام شبه رئاسي أو نظام برلماني اللي فيه رئيس الحكومة منتخب من البرلمان، مثل ما يحدث في تقريبا في معظم دول العالم، أنه رئيس الحكومة يكون من البرلمان، من أغلبية حزبية، من أغلبية أو تحالف حزبي داخل البرلمان، ويجي رئيس حكومة الذي يتحمل مسؤولية تسيير الحكومة
يصبح الرئيس مثله مثل الملك أو السلطان. يعني الحياة اليومية للمواطن غير مرتبطة بالرئيس، مرتبطة برئيس الحكومة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، اللي هو نحمله المسؤولية. لكن احنا عندنا في الجزائر تقريبا ومنذ نقدر نقوله منذ الاستقلال نظام، عندنا نظام هو الرئيس. إذن كل شيء مرتبط بشخص الرئيس. المنطق يقول أنه أين المشكل؟ أين المانع من احترام المواطن؟ ونشر بيان من مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية يفيد أنه نعلم الشعب الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي عطلته السنوية في منتجع من منتجعات بلادي لاحتياطات أمنية. ما نقولوش وين، بالرغم من أنه موجود في ثكنة عسكرية، لأنه القصر الرئاسي في وهران بوسفر عبارة عن ثكنة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، كلها الغابة والبحر والدنيا وكل عسكر. لكن نقولوا احتياطات أمنية سيدي. قال الرئيس يقضي إجازته السنوية في إقامة من إقامات الدولة الرسمية، ولتكن قصر وهران أو قصر زيرالدة أو قصر عنابة، لأنه عنده، أو قصر الشريعة أعالي البليدة، لأنه كاين قصور رئاسية في كثير من المناطق، أو حتى قصر من قصور الصحراء اللي موجودة، الرئاسة عندها قصور في الصحراء، يعني عبارة عن إقامات رسمية. الرئيس يقضي العطلة نتاعو، من حقه. أين المشكل؟ الرئيس تبون مواطن جزائري، من حقه الاستفادة من عطلة. كيفاه بنز دايرة انت في 5 أوت قلت راني خارج عطلة ورحت لجنوب فرنسا تحوس في مارساي وفي جويه مارساي، تدور وتبحر وتاكل في السردين وتمتع بالجو في البحر، وتسأل الرئيس وين راح؟ هي وانت وش دخلك في الرئيس وين راح يفوت لي فاكونس؟ واحد ما يحل فمه. ايه، رئيس تبون من حقه يفوت العطلة تاعو، مثله مثل الوزراء، مثله مثل الضباط، مثله مثل كل المسؤولين اللي من حقهم يتمتعوا بعطلة سنوية على الأقل، على الأقل أسبوعين. عام كامل هو اجتماعات لا ياخذ أسبوعين راحة مع مرته وولاده مع أحبابه، ويروح يريح أسبوعين. أسبوعين هي المفروض طبعا شهر، لكن نقولوا رئيس ما يقدرش يروح شهر، أسبوعين. أين المانع أنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأخذ عطلة مثله مثل زعماء العالم؟ أين المانع؟ لكن رئيس راح عطلة بدون إعلام الشعب. واحد يقول لي علاش يعلم الشعب؟ يا رئيس يا دين السماء، يا حلوف، يا حمار، يا زايلة. رئيس البلدية، رئيس البلدية، ومن المفروض لو كانت الدولة محترمة رئيس البلدية كي يكون خارج عطلة يدير بيان في اللوح، لأنه كل بلدية عندها لوحة الإعلانات. رئيس البلدية احتراما للشعب اللي انتخبوا، احتراما للشعب اللي انتخبوا، يعلم الشعب أنني أنا رئيس البلدية، أو مكتب رئيس البلدية يعلم المواطنين الأعزاء أن الرئيس، رئيس البلدية في عطلة سنوية لمدة أسبوعين. معناتها ما تصدعوليش راسي، ما تليفوني واليوم ما تجي تحوسوا عليا، ما تطلبوا اجتماع، ما تطلبوا لقاء، ما تطلبوا موعد، ما تجي تطبطب عليا على السكنة، ما تجي تطبطب عليا، راني أسبوعين عطلة سي محمد. هذا رئيس بلدية أو الوالي أو رئيس دائرة أو الوزير أو الرئيس أو الوزير الأول، احتراما للشعب نزل بيان قال راني في عطلة، ما تقلقونيش أنا في عطلة. صلاة كنبيرك في عطلة. لكن بعد العطلة من حقنا نسأل أين هو رئيس البلدية؟ راهو غايب. أين هو الوالي؟ أين هو الرئيس؟ أين هو الرئيس عبد المجيد تبون؟ قال راهو عطلة. إيه عطلة؟ قلت لنا باللي 15 يوم، 15 يوم كملت. راح لو 5 أوت، لو 20 أوت كملت. هذا هو 15 يوم، أسبوعين. 20 أوت كملت. يا سيدي، ومن بعدك بالرغم من أنه غيابه في فترة الكارثة في 15 اللي صارت يوم الجمعة، الجمعة اللي فاتت، يعني كانت الكنز نظن كانت 15، من المفروض يعني الرئيس يظهر ولو بدقيقة يعزي الشعب الجزائري في وفاة هذا، ويعلن الحداد ويكمل عطلته.
ما قولوش لازم يحكم طياره ويجي الحراش كما جا بوعلام وجا وزير النقل وجا وزير الداخليه. لا، ليس بالضروره أن الرئيس عبد المجيد تبون يجي الحراش، لا مش منطقي، بالرغم من أنه كان قادر يجي. وراه المشكل لو كان في كامل صحته ويعني وكذا يقدر يجي. وراه المشكل رئيس الجمهوريه يجي دي كونتراكتي، ما يجيش كوستيما، يجي يا ربي بسيرفيت مولا، يجيب اي حاجه ويشوف. هذا اذا كان حب يجي، اذا ما حبش يجي مش بالضروره. يعني ليس بالضروره ان يكون الرئيس عبد المجيد تبون حاضر في مكان الحادث. يكفي انه ارسل مدير ديوانه، يكفي أنه أرسل وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الري والوالي وقائد الدرك وقائد الشرطة وقائد الحماية الوطنية. الدولة كانت حاضرة، الدولة تقريبا كلها كانت حاضرة. غياب الرئيس عادي، كان قادر يدير دقيقة، ما دارش دقيقة عادي، موش مشكل، لأن مش كارثة كبيرة. يعني حافلة طاحت 118 واحد الله يرحمهم، عادي جدا، يعني حادث طبيعي. في بعض الدول يتصير كوارث ويموتوا 400 ألف 2000 في النهار، عادي، سنة الحياة، سنة الحياة يعني عادي. وراه المشكل. لكن كملت العطلة والرئيس غائب ولا يوجد بيان رسمي ولا يوجد أي توضيح أو تنبيه، هنا يدخلنا في دوامة من الشك ودوامة من الأسئلة، خاصة مع خروج بعض الإشاعات التي من شأنها إدخال الشعب في تيهان. والشعب يطرح 1000 سؤال: شكون اللي يسير البلاد؟ شو اللي يحكم في البلاد؟ الكاشي تاع الدولة عد من راه، رئيس تبون وراه. خرجت إشاعات أن الرئيس يقضي عطلته في ألمانيا، وهذا غير صحيح. أنه يقضي عطلته في أنطاليا في جنوب تركيا، وهذا غير صحيح. أنه هذا غير صحيح. أنا قلت لكم المعلومات التي كانت بحوزتي، المعلومات التي وصلتني منذ 5 أوت. المعلومات التي وصلتني منذ 5 أوت أن الرئيس في عطلة سنوية رفقة أفراد العائلة نتاعو في إقامة وهران بوسفر على شط البحر، عادي. يوم الحادث اللي صرا في الحراش، وعلى المباشر بلغتني معلومات من نقدر نقول مصدر مطلع يعني على اطلاع، أن الرئيس متواجد في ألمانيا. وقلت الخبر في البث المباشر، قلت أنه الرئيس حسب معلوماتي في ألمانيا. بعد استفسرت من مصادري، بعد ما كملت البث المباشر استفسرت، سألت أكثر من مصدر، قال لي يا ودي بالفعل معلومات اللي عندنا أن الرئيس تم أو ما مش تم، الرئيس انتقل، لما مش تم نقله، انتقل هو شخصيا، يعني على رجليه يمشي، انتقل أو تنقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات عادية. يعني ما دوش على جناح السرعة أو في حالة خطيرة أبدا. قال لي راح بروفيتا، قال فوت أسبوع عطلة في وهران، ثم قال نبروفيتي على لوكازيون تاع العطلة ما دام ما عندي حتى شغلات، نروح ندير فحوصات روتينية في ألمانيا، نستغل الفرصة 2-3 أيام ويعاود يولي. والمعلومات التي كانت بحوزتي أنه بالفعل تنقل إلى ألمانيا وأجرى الفحوصات لمدة 2 أو 3 أيام، ثم عاد. نهار اللي قلت لكم أنه لدي معلومات أنه عاد في طائرة 6 مساء، لأنه كان عندي معلومات أنه الطائرة نزلت على 6، نسيتش من قبل 3 أيام 4 أيام، قلت لكم أن الرئيس عاد إلى أرض الوطن على متن الطائرة الرئاسية الساعة 6 مساء من المطار المدني هوري بومدين وليس المطار العسكري، لأن المعلومات اللي كانت عندي خرج من مطار بوفاريك العسكري، لكن عاد من المطار هوري بومدين من القاعة الشرفية، والوفد الرسمي أو الموكب الرسمي الرئاسي تنقل من مطار هوري بومدين إلى القصر الرئاسي أو إلى إقامته في البيير. كورتاج باين، الناس اللي كانوا في العاصمة كانوا يشوفوا سيارات الرئيس والرادارات والشرطة وكذا كذا، باين بالوفد. إذن الرئيس حسب المعلومات، أنا مش تبون بعيني، أنا مش تبون بعيني، أنا نقول لكم حسب ما بلغني